السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أقدم لكم طريقة تحويل راوتر فودافون للعمل على أي شبكة أخرى مثل وي أو أورنج. ندخل على اي بي الخاص بالراوتر 192.168.1.1 أو 192.168.0.1 على حسب الاي بي ما يقبل معاك. بندخل بعد كده على صفحة الراوتر وبنكتب اليوزر نيم والباسورد الخاصين بصفحة الراوتر. أنا الراوتر بتاعي فودافون، فاسم اليوزر نيم بيكون فودافون والباسورد بيكون مكتوب في ظهر الراوتر. بعد ما ندخل على صفحة الإعدادات بنختار حاجة اسمها لان انترفيس وبنختار حاجة اسمها دي ان اس مود وبنعلم عليها. هي دي كده بتحول بالضغطة دي بس بنحول الراوتر للعمل على أي شبكة أخرى. احنا بنلغي أيبيهات فودافون نفسها وبنخلي الأيبيهات دايليك على أي شبكة تانية أو أي شركة تانية بدون عمل سوفت وير أو أي حاجة. بعد كده بندخل على حاجة اسمها إعدادات الواي فاي أو الإعدادات الأساسية الخاصة بالواي فاي. بتكتب اليوزر نيم برضو الخاص باسم الشبكة. وبعد كده بتختار عدد الأجهزة اللي أنت ممكن تستخدمها ونكتب الباسورد. وعشان خاطر الأمان بندخل على حاجة اسمها ال WBS، بتكون أساسا عليها علامة أو بتكون انيبل أصلا، فإحنا بنشيل من عليها العلامة. يعتبر إعدادات الراوتر كده خلاص. طبعا أنت بتتصل بمزود الخدمة وتحصل على اليوزر نيم المزود الخدمة والباسورد وبتكتبهم في صفحة الراوتر. وبعد كده بتضغط نيكست وخلاص كده الراوتر بيعتبر اشتغل على أي شبكة أخرى غير الشبكة الأساسية بتاعته. يعني هو الراوتر أساسا كان فودافون وإحنا حولناه من العمل على شركة فودافون للعمل على أي شبكة أخرى مثل أورنج أو وي. وبس كده، ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة. السلام عليكم.